حلو قوي. طيب هنتكلم دلوقتي عن ازاي قدرنا، ايه الحاجات المهارات اللي اتعلمتيها خلتك تعرفي تتعاملي مع الناس. خلاص يلا بينا. بس هي ممكن تبقى حبة قليلين، بس هي كويسة، ممكن هتفيد. هي مثلا أنا كنت بروح المدرسة، كنت دايما بقول ما عنديش صحاب، فحاولت أكتسب شوية مهارات، حاولت أتعلم من ناس تانيين، فاكتسبت المهارات الاجتماعية. حاولت إني أتشجع، ويكون عندي حدود قدام الناس، ويكون عندي أكون محتوى إن دي أكتر حاجة. وكمان ما أقولش أسرار، ويكون عندي حدود لنفسي وللآخرين. وكمان إحنا لازم يعني لو حد كلمك غلط انت توقفيه. أنا كنت بخاف ممكن يزعلوا مني، ممكن لا يكرهوني، ممكن ما بحبش الحاجات دي. فأنا السنة دي لما كنت بعمل كده حسيت بتغير، حسيت إنه كل الناس بقوا بيحترموني. الناس اللي افتكرتهم هيكرهوني افتكرتهم دلوقتي أنا حاسة إنهم هيحترموني. أنا مالي وأستحق الاحترام. فأنا لازم انتوا لازم كمان أنا وانتوا لازم نتعلم كده، لأن ما تقللش من نفسك قدام الناس. ما تحاولش انك تجيب حاجات جديدة عشان يقول الناس عليك واو انت جبت ايه، والناس يتجمعوا عليك. لا، ما ينفعش. هو عادي ممكن تبقى لصحابك، بس هي ايه، انت خليك مع نفسك. لو حد خصمك ظلما قول في نفسك عادي، يلا عندي صحاب افضل منهم، عندنا كله يعني تخيلوا اكتر من مليار شخص. ممكن بقى احنا نقول مع بعض انا نفسي، انا استحق الاحترام، انا خلي مع نفسي حدود مع الناس وما بيني وما بين مع الناس. قولوا كده على طول لو حسيتوا انكم ضعيفين ومش قادرين تعملوا اي حاجة. ولو مش واثقين قولوا انا واثقة من نفسي، انا واثق من نفسي كده. قولوا كده لازم، لانه انت نفسك. كن نفسك قدام الناس. ما تبقاش تتغير بقى او تمثل شخصية في الفيلم، ما تمثلش شخصية في الفصل، ما شخصية في البيت افضل منك. لا، كون نفسك. يعني عبارتنا النهاردة كون نفسك.